السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. اللهم لك الحمد. هذه آثار رحمة الله جل وعلا في الكون. فمن آثار رحمة الله جل وعلا في هذا الكون أن ترحم الأم أولادها، وأن يرحم الوالد أولاده، وأن يرحم الكبير الصغير، وأن يرحم القوي الضعيف، وأن يرحم الصحيح المريض، وأن يرحم الرئيس المرؤوس، وأن يرحم الحاكم المحكوم، وأن يرحم الأستاذ التلاميذ. كل هذه من آثار رحمة الله جل وعلا في هذا الكون. ديننا وشريعتنا تحثنا على الرحمة، فديننا هو دين الرحمة، وكتابنا هو كتاب الرحمة، ونبينا هو نبي الرحمة. يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأنصح نفسي وإخواني جميعا أن نرحم الخلق، وأن نتلطف معهم، وأن نشعر بهم. ارحم الضعفاء، ارحم المحتاجين، ارحم المساكين، ارحم الثكالى، ارحم اليتامى، ارحم الفقراء. كن رحيما بالناس، عش بهذا الحس وبهذا الشعور أن ترحم الخلق. فإن رحمت الخلق وإذا كنت رحيما بالخلق كنت قريبا من رحمة الله جل وعلا. لا تكن من القاسية قلوبهم، لا تكن ممن قال الله فيهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اللهم عافنا يا رب. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجر يهبط من خشية الله، وهناك قلوب لا تخشى الله جل وعلا، هناك قلوب قاسية، هناك قلوب انعدمت فيها الرحمة. أيها الكرام، كونوا رحماء، فديننا هو دين الرحمة، ونبينا هو نبي الرحمة. ومن أسماء الله جل وعلا الرحمن، ومن أسمائه الرحيم. الرحمن الرحيم. إنك إن فتحت القرآن قرأت في أول آية في سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، ليكون ذلك إشارة إلى أن هذا الدين هو دين الرحمة، وإلى أن هذا الكتاب هو كتاب الرحمة. القرآن كتاب الرحمة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فنبينا صلى الله عليه وسلم رحيم جدا بالخلق. والله جل وعلا هو الرحمن وهو الرحيم، لذلك جعل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق. وهذه كما قلت هي آثار رحمة الله جل وعلا. لذا نصيحتي لنفسي ولإخواني: لا تقنطوا من رحمة الله جل وعلا أبدا، ولا تفقدوا الأمل أبدا. مهما كثرت المعاصي والذنوب ما عليكم إلا أن تتوبوا، ما عليكم إلا أن تقلبوا في صفحات تاريخكم وتتوبوا من كل ذنب مضى ومن كل كبيرة. اعلم أنك إن تبت وحققت شروط التوبة بصدق، حققت شروط التوبة من ندم
وإقلاع عن الذنب وعزم حقيقي على عدم العودة إلى الذنب، ورددت المظالم ورفعت عن نفسك المظالم ورددت الحقوق إلى أهلها، اعلم أنك إن تبت بهذه الشروط قبلك الله وآواك الله ورحمك الله، وفتح الله لك سبل الخير وأعانك على التوبة ورزقك الترقي في الطاعات. نعم، تب وارجع ولا تفقد الأمل أبدا، لأن الله هو الرحمن، ولأن الله هو الرحيم، ولأن الله جل وعلا جعل رحمته تسبق غضبه، وجعل عفوه يسبق عذابه. فعد ودعك من الماضي، تب منه مما مضى، وابدأ بداية جديدة مع الله سبحانه وتعالى، تفز في الدنيا والآخرة. فاللهم إنا نسألك أن ترحمنا برحمتك الواسعة، وأن تعفو عنا، وأن تغفر لنا، وأن تهدينا، وأن تفتح لنا سبل الخير والرزق والسعادة والهداية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن وباسمك الرحيم أن ترحمنا وأن تعفو عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وجندك الناجين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.